السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا عودة فيروس جديد اللي اكثر انتشارا واللي مثير للاهتمام كيف ما وصفته منظمة الصحة العالمية. هذا المتحول الجديد من فيروس كورونا اللي هو كوفيد 19 اللي اطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم JN1. هذا الفيروس هذا اللي غادي يدمر البشرية، اللي كيكون اكثر انتشار من الفيروس اللي قبل واخطر منه. باش نتعرفوا عليه حاولوا تتبعوا معنا الفيديو حتى الاخر. أعلنت المنظمة عن ارتفاع معدل الإصابة بالمتحول الجديد في جميع أنحاء العالم، بحيث ارتفعت نسبة ديالو بنسبة 52% ما بين الفترة من 20 نوفمبر تشرين الثاني حتى 17 ديسمبر كانوا الأول من العام 2023 اللي غادرنا غير دابا شوية. ونصحت المنظمة بأخذ اللقاحات لتفادي الإصابة وتخفيف الأعراض، وطالبت بالعودة للالتزام بالإجراءات الوقائية، ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر. يعني غادي نرجعوا كيف ما كنا في زمان كورونا، الفيروسات غاداو كتنتشر، ردوا بالكم. ومع الإعلان عن المتحول JN1 عاد الجدل من جديد إلى منصة التواصل بشأن فيروس كورونا وأعراضه، وهل هو خطر على الإنسان ولا لا، والكثير من الأسئلة اللي رصدتها جزيرة نت في تعليقات الجمهور. ولكن بداو المغردون بنشر تجاربهم مع المتحول الجديد والاعراض اللي رافقتهم في فتره الاصابه ديالهم. يعني راه تسجلت اصابه كيف قلت لكم بهذا الفيروس المتحول الجديد اللي سماه JN1 اللي هو متحول ديال فيروس كورونا كوفيد 19. وقالوا هادو اللي تصابوا به قالوا بانهم شعروا بفقدان حاسه الشم، صداع، احتقان في الانف، وحراره واجهاد، وان فتره التعافي كانت اطول من الاصابات السابقه. في حين طالب وحدين اخرين باخذ الانتشار السريع المتحور JN1 على محمل الجد، والعوده للاجراءات الاحترازيه خاصه ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي للحد من العدوى. وحاولوا اطباء متخصصين طمأنة المتخوفين من المتحول الجديد، وجاوبوا على الاسئله ديالهم المتحورات بانها ظاهره متوقعه وبالمجمل لا تختلف عن سابقاتها، ولكن توصف بسرعه الانتشار. يعني هذا الفيروس هذا غيكون منتشر بواحد السرعه فائقه اللي اكثر من الفيروس اللي شفناه في كوفيد 19. وان اعراض هذا المتحول JN1 متماثله مع السابقات ديالها وفقا بيانات الدول اللي فحصات المعطيات ديالها، وان الامر لا يستدعي الذعر. لكن في المقابل شك بعض رواد شبكات التواصل باعلان منظمه الصحه العالميه، وقالوا بانها كتسعى لتشغيل شركات الادويه، واضافوا ان الناس ما بقاوش باغيين يتعاملوا مع كورونا من بحال البدايه ديالو قبل 4 سنوات، ولاو كيعتبروا نزله برد موسميه، يعني عادي كدوز بحسب التعبير ديالهم. وكانت هيئه الصحه العامه السعوديه اكدت انه لا يوجد ما يثير القلق، وانه لا صحه لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد. فمتحول JN1 كتعتبر المتحورات المتفرعه لكوفيد 19 انه امر عادي اننا نرجعوا للقاحات الكمامات، ما فهمت انا، يعني شي حاجه عاديه انهم ما نخافوش منهم. في حين فاعليه التحصين باللقاح كوفيد 19 المطور قائمه، يعني خاصنا نديروا داك اللقاح وما تكون حتى شي حاجه لتطبيق الاجراءات مشدده كيف ما وصلت الجميع باخذ المعلومات من مصادر رسميه الموثوقه اللي هي منظمه الصحه العالميه. وفي الولايات المتحده قالت بعض المراكز ديال مكافحه الامراض الوقائيه ان الاصابات بالمتحول الفرعي الجديد من كورونا JN1 كتشكل نسبه 39 و50% من اجمالي الحالات في البلاد حتى 23 ديسمبر اللي في 2023 العام اللي غادرنا. يعني هذا الشيء غير مؤخرا. واعلنت دول عده بحال مثلا فرنسا وسنغافوره وكندا والمملكه المتحده والسويد عن انتشار المتحور وفقا لمنظمه الصحه العالميه. كيف ما اكتشفت الصين انها حصلت على 7 حالات في الاسبوع الماضي، وشحال من دول اخرين اللي سجلت بزاف ديال الحالات. ردوا البال بين نرجعوا لداكشي ديال الحجر الصحي، يعني من الاحسن التفادي. غندير لكم فيديو اخر كيفاش نحميو راسنا وشنو هو الاعراض اللي كيكونوا بالتفصيل اللي كتكون مصاحبه لهذا المتحول الجديد. وحميو راسكم وخا غير في الدار، ردوا البال.